ايه اللي مخليك متأكد ان الشخصية اللي انت عايش بيها دلوقتي هي فعلا انت؟ سؤال مستفز شوية، صح؟ بس استنى، قبل ما تجاوب بسرعة وتقولي طبعا شخصيتي انا، خليني اسألك سؤال تاني. اخر مرة عملت حاجة علشان انت فعلا عايزها كانت امتى؟ مش علشان ترضي حد، ومش عشان تبسط الناس، ولا عشان ما تزعلش حد، ومش عشان ده كان الصح وقتها، لا، لكن عشان انت عايز كده، انت عايز ده. لو الجواب ده خد منك وقت، يمكن تكون دي اول علامة. عارف لحظة لما حد يسألك انت نفسك في ايه فتسكت، مش عشان بتفكر، لكن عشان انت مش عارف فعلا. وده احساس مرعب شوية، ان الواحد يبقى عارف اسعار حاجات كتير، وعارف مشاكل الناس، وعارف اخبار الدنيا، بس لما يجي الموضوع لنفسه يتوه، ما يعرفش يرد. عارف ليه؟ يمكن لان طول عمرك كنت مشغول بانك تكون الشخص المطلوب، مش الشخص الحقيقي. تعال اقولك حاجة اقوى شوية، في احتمال كبير ان جزء من شخصيتك ما يكونش انت اصلا. ايوه، الشخص الهادي ممكن يكون اصلا مش هادي، يمكن بس يكون اتعلم من بدري ان صوته العالي بيجيب مشاكل. الشخص القاسي ممكن يكون مش قاسي، ممكن يكون اتوجع مرة وقرر من وقتها ان عمره ما يبان ضعيف تاني. والشخص اللي بيضحك طول الوقت يمكن يكون تعبان، بس اتعود انه يخبي. والمشكلة انك بعد سنين بتنسى انت كنت مين اصلا قبل ما تلبس الشخصية اللي انت لابسها دلوقتي. تخيل معايا واحد ناجح، شغله كويس، الناس بتحترمه، حياته شكلها حلو، الناس بتقول عليه ايه؟ المفروض انه مبسوط، بس هو كل شوية يحس بإحساس غريب، كأن في حاجة ناقصة، مش فاهم ايه هي. يجرب يغير، يسافر، يشتري حاجة جديدة، يدخل علاقة، يشغل نفسه يعني، لكن الإحساس بيفضل موجود، إحساس بيقوله في حاجة غلط. بس الغريب إنه مش عارف يقول إيه هي. عارف ليه؟ يمكن لأن المشكلة مش في حياته، يمكن تكون المشكلة إنه مش عايش حياته أصلا. عارف، إحنا بنتغير بطريقة غريبة قوي، مش فجأة، لأ، بهدوء، واحدة واحدة. مرة كنت زعلان وحد قالك يا عم كبر دماغك، مرة كنت خايف وتقالك ما تبقاش ضعيف، مرة كنت محتاج حد يفهمك وتقالك انت مكبر الموضوع، فبطلت تحكي وبطلت تشرح، وبعد شوية بطلت حتى تفهم نفسك. كل مرة حتة صغيرة منك بتختفي، حتة صغيرة بس، لحد ما يجي يوم تبص لنفسك وتحس ان في حد غريب ساكن مكانك. احيانا اكبر كدبة بنصدقها ان الشخصية اللي حمتنا زمان لازم تفضل عايشة جوانا للأبد. وعارف ايه المرعب فعلا؟ انك ممكن تكون تعبان طول الوقت، مش لان حياتك وحشة، لكن لانك طول عمرك بتحاول تحافظ على شخصية انت نفسك تعبت وانت بتمثلها. الشخص القوي المحترم اللي بيستحمل، الشخص اللطيف اللي مش بيزعل حد، الشخص المستقل اللي مش بيحتاج لحد. كل الشخصيات دي يمكن كانت مفيدة زمان علشان تعرف تتعايش وتتأقلم، عشان تعدي، عشان ما تتكسرش. بس المشكلة ان محدش قالك امتى توقف تمثيل. عارف ايه اصعب لحظة؟ لما تبقى قاعد لوحدك بعد يوم عادي جدا، وفجأة ومن غير اي سبب واضح تحس انك مخنوق، مش عارف من ايه، تلاقي نفسك تعبان ومش فاهم ليه، تحس كأن في حد محبوس جواك عايز يقول حاجة بس صوته مش قادر يطلع. يمكن هي دي نفسك بعد سنين تعبت من كتر السكوت. أنا هقولك على حاجة هتوجعك بس يمكن تريحك شوية. لو انت حاسس انك غريب عن نفسك فعلا، صدقني دي مش علامة وحشة، بالعكس، يمكن دي أول مرة نفسك تنادي عليك، أول مرة حاجة جواك تقولك استنى، احنا رايحين على فين؟ هو ده انت فعلا؟ عارف، أسوأ حاجة مش انك تتوه، أسوأ حاجة فعلا انك تعيش عمرك كله لابس شخصية الناس ارتاحت لها بس انت عمرك ما ارتحت فيها. صدقني أصعب سؤال مش أنا مين دلوقتي، أصعب سؤال فعلا أنا كنت مين
قبل ما الخوف والناس والحياة يعلموني أبقى مين. ودلوقتي يا ترى عندك الشجاعة الكافية إنك تقول لنفسك وتقول لنا في التعليقات الدنيا غيرت فيك إيه؟ لو حسيت إن الكلام ده وصلك اعمل لايك وشير وما تخليش الحلقة تقف عندك، وسيب رأيك في التعليقات، يمكن رأيك يفيد حد تاني. عرفتك في اللحظة اللي ما بين السلام والسكوت، لأنك كنت الحكاية اللي ثابت جوانا صوت.